السلام عليكم. اليوم فيديو جديد ونهار جديد. اول مره نشارك معكم قصه من قصصي. ما تنسونيش من لايك الفيديو، كومونتير زوين، ولا عجبكم لا فيديو ما تنساوش ديروا تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. غادي نعاود لكم القصه ديال عمي مع مراته. عمي كان مزوج بنت عمو. كان زواج تقليدي، الزواج ديال شحال هادي. كانوا والديه بغاوها، شافوها مزيانه، قالوا ليه نشوفوا لك بنت عمك. صافي تزوج بيها، ولد هو وياها جوج ديال الدراري وبنيته. العلاقه ديالهم كانت زوينه. خدام خدمه شريفه، كانت قليله هاد الخدمه شحال هادي. 1997 كانوا راديونات وتلفازات غير كحل وبيض، البيلات، اي حاجه خسرات كيجيبوها لعمي. كان عنده واحد المحل. حنا ما كناش ساكنين في مدينه، ساكنين غير في باديه، والناس كاينين بزاف. واخا باديه كاينين الناس بزاف، كل يعني واحد من بلاصه، ولكن هو جي في واحد البلاصه اللي زوينه، يعني كل شيء عرفه. كان عنده داك المحل كيصلح فيه هكا تلفازات كما قلت لكم، راديونات، بزاف ديال الحوايج. حتى لواحد النهار وهي تجي عنده واحد السيده تما عنده المحل، وجات عنده يصيب ليها شي راديون. جات لعندو قال لها صافي حطيه تما، من هنا 4 ايام رجعي ليه. جات هي ما رجعتش، رجعت الله غد ليه. هو قال لها من 4 ايام، هي الله غد ليه رجعات. صافي بقات هاد النهار جايه غدا جايه، هاد النهار جايه غدا جايه، حتى تطورت العلاقه ديالهم. عمي نسى ولادو ونسى مرته، الدار ما بقاش كيمشي ليها بزاف. هي هذيك كلات ليه عقل ديالو، وقع اللي وقع بيناتهم. جات هي حملات منه، حملات من عمي. صافي بدات كتقول ليه والو، طلق مراتك وتزوج بيا. كيقول لها هو كيفاش؟ كتقول له والو، طلقها وتزوج بيا انا، يعني دير بيا العقد انايا. انا ما نقدرش نمشي عند والديا هكا، وانا والديا غادي يديروا لي، انا والديا. صافي جا هو داك الساعات مشى عند مراته. كي مشى عندها قالت ليه شتك كتغيب يعني بزاف، وما كانتش موالفه عليك وما كانتش زعما كتوقع عليك هكا. قال لها نجيك الصراحه، يعني شحال هادي ما كاينش تخبع، كاين داكشي فرانشمون. غنجيك نيشان. عاود ليها قال لها راه شنو كاين شنو كاين شنو كاين شنو كاين، ودابا راه بغينا نطلقوا انا وياك. سيري عند والديك يعني لاباس عليهم، سيري عندهم ودي ولادك، وانا هاد السيده هادي غنتزوج بها ونجيبها للدار. قلت له هذه هي اللي عمرها تكون. المشكل هو ان هاد مرات عمي يعني باها شارك هو وجدي داك الدار اللي ساكنين حنا فيها كاملين بشروكه. قلت له انا اصلا الدار با هي هذه. هو كان ساكن با في المدينه، عنده الدار في المدينه، ولكن عنده حتى داك الدار اللي مشروكه مع جدي. قلت له انا ما عنديش فين نمشي، انا هنا غنجلس وهنا غنربي وليداتي. قلت له حنا عندنا عيب، المراه تولد وليداتها وترجع لدارهم. ما درت لك والو باش نمشي، وانت درتي هاد الغلط هذا، صح ورجع لوليداتك. قال لها ما كاين بو صحه وما والو. انا قلت لك ترجعي لعند والديك، هي غترجعي عند والديك، انا ما بغيتك لا انت لا ولادك. صافي بقى عمي هاد النهار غدا كيتناقش مع مراته، هاد النهار غدا كيتناقش مع مراته، حتى تم مرض نفسي، يعني ولا مريض، دخل في الاكتئاب مرض نفسي، ولا كيمشي يتعالج. صافي واحد النهار هو يجي حالف هاد مراته اللي والد معاه الوليدات. قال لها يا اما نطلقوا يا اما غادي ندير فيك شرع يديه. ما بغاتش، وكانت عارفه راه يقدر يدير شي حاجه، وكانت ديما كتشوفو كتخبع، ديما كتشوفو كتخبع. واحد النهار هو يوجد لها في واحد البيت، عارفه كتدخل واحد البيت، وجد ليها تمايا وهي داخله، هو يدخل موراها. دخل موراها وبقى كيضرب فيها يضرب فيها. وديك الساعات انا كنت كنقرا، كيضرب فيها حتى وقع اللي وقع، هلكها بالعصا. انا جايه من المدرسه وانا نلقى ماما ومرات عمي هابطين غادي يمشيو لواحد البلاصه باش يركبوا يديوها للسبيطار. قلت لها ماما شنو هاد الشيء؟
قالت لي راه عمك ضرب مراته بنتي سيري للدار. صافي كنمشي للدار وما قدرتش نجلس في داك الدار، كنقول كيما ضربها هي يقدر يضربنا حتى حنا ساكنين في العربيه. وصافي ديك الساعات ما قدرتش نبقى في الدار بوحديتي. مشيت عند الجيران لقيتهم عندهم الخبار، كل شي عنده الخبر بان عمي ضرب مراته. صافي هي هذيك، وعمي خرج على العقل ديالو، ولادو صافي تشتتو، كلشي تشتت. داك مراتو الاولى كانت في السبيطار، المراه اللي كانت حامله منه ولدت بنيته، وفاش ولدت بنيته هو واخا مريض نفسي وشحال من حاجه جات عنده قالت ليه انا بغيت البنيته نديروا لها الوريقات باش تقرا باش هادي. قال ليها صافي. دخلها بالاسم ديال المراه الاولى، يعني بنت المراه الاولى. صافي فاش دارها بنت المراه الاولى، يعني دابا هاد المراه الثانيه بنتها كبرات وولات ما شاء الله كبيره وقرات وتوظفات ولات دابا مهندسه ما شاء الله. دابا فاش ولات مهندسه جات لعند عمي دابا كبر ومريض، وقالت ليه بابا عافاك، انت درتي واحد الغلط مع ماما، ولكن الذنب ديالي انا اشنا هو؟ ما درت لكم والو، جيت لهاد الدنيا ما عارفه حتى شي حاجه. انا بابا بغيتك دير العقد مع ماما وتردني بانني انا بنتها ماشي بنت المراه الاولى. قال لها بنتي انا ما يمكنليش ندير هاد الشيء هذا، حيت هادشي كيتكلف بزاف ديال الوريقات وطلعوا هواد. قالت لي صافي بابا انا توظفت وعندي الفلوس، غادي نقاد وريقاتي لراسي، بغيتك دير لاكت مع ماما، كلشي والمصاريف كامله عليا انا. قال لها بنتي اللي درتيها هي اللي غتكون. صافي مشات الايام وجات الايام وكيتزوج بداك المراه، كيحملهاش. تصوروا معايا يعني الكره اللي كان كيكره المراه الاولى ولا كيكره بها المراه الثانيه، حيت شافها هي اللي خرجت ليه على حياته، شافها هي اللي يتماتوا من ولادو. ولادو دابا هو مريض بالسكر، مريض يعني بزاف ديال الامراض، ما كيديوهاش فيه وحنا حنا نقولوا مثلا هو غلط، ولادو خصهم ما يغلطوش، يعني يكون هما قاريين ويكون في قلبهم الرحمه. كتعيي تشوفي تقولي يعني راه عندهم الصح. هو تخلى عليهم، ضرب ليهم امهم ودار بزاف ديال الحوايج اللي خايبين، ولكن هو ندم. دابا انا اللي بغيت تقولوا لي في لي كومونتير، لو كان شي واحد وقع عليه نفس القصه، واش كنتي غادي تسامح الاب ديالك حيت ضرب الام ديالك ووصلها للسبيطار وخان الام ديالك، يعني دار بزاف د الغلط، واش تقدر تسامحه ولا لا؟ خليهم ليا في التعاليق